أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. وصلنا إلى إطلالة تحليلية على أبرز العناوين والمانشيتات في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، وهيشاركنا بالتحليل والتعليق على هذه الأخبار الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية الأستاذ محمد يوسف العزيزي. أهلا بحضرتك ومنورنا. أهلا، صباح الخير. أهلا بك. طبعا من أبرز الأخبار والمانشيتات اللي تصدرت صحف اليوم تعديل الوزاري وحركة المحافظين المرتقبة. الحقيقة في الفترة الماضية كان هناك حديث عن عدم رضاء شعبي وأيضا من بعض نواب مجلس الشعب عن وزراء بأعينهم، وأيضا مسألة عدم الرضا عن عدد من المحافظين. كيف ترى هذا التعديل وهذا التغيير في ذلك التوقيت؟ بداية بس خليني أرجع قبل السؤال بتاع حضرتك ده للتقرير الخاص بالطفل وليد عبادي، التكريم اللي عملته له وزارة الداخلية. الحقيقة هو تكريم شيء جميل وكويس قوي إن كل أجهزة الدولة تكرم الطفل المخترع ده والمجتهد أيضا. إنما الحقيقة أنا اللي يهمني الدعم والمساندة العلمية. يعني احنا بيروح يتكرم وياخد درع، كويس جميل، شيء هايل جدا، يعني بيرفع معنوياته. انما انا عايز اعرف ايه اللي بتعمله الدوله من خطوات لهذا الشاب عشان يبقى في يوم من الايام عالم يقدر يفيد البلد دي. احنا عندنا نماذج كتير من الاطفال ديت بتخرج في، يعني بيبقى عندها طفرات هايله جدا، وبعد شويه تطلع على شاشات التلفزيون ومرتين ثلاثه، وبعد كده بتاخدهم اي دوله ثانيه، واحد يروح الامارات وواحد يروح دوله اوروبيه وبيبداوا ياخدوهم. صحيح الطفل المصري طفل عبقري وذكي جدا، من اذكى اطفال العالم لحد ما يدخل المدرسه. اول ما يدخل المدرسه بيتخلف، لان احنا عندنا نظام تعليم متخلف. لا، والحقيقه انا اشاركك يا استاذ محمد في مساله، احنا عندنا الاطفال اللي هم بيصنفوا لانهم فائقين الذكاء، بيصنفوا في التامين الصحي انهم اطفال ذوي احتياجات خاصه. بالظبط كده. فائقين الذكاء المفروض ان هم لو اتكشف عليهم بره بياخدوا تعهد على اولياء امورهم، يعني هنربيه، هنعلمه، هنوديه، وحضرتك امضينا على ده ثروه قوميه. لما يبقى حد زي كده بيبقى ثروه قوميه، لان انا محتاج. في مصر عنهم ذوي خلي بالك، طفل العبقري او العالم المخترع او اي حد بيعمل اي حاجه، بيعمل عمل يقدر يدخل لدولته ما يوازي اقتصاد دولة في عام. يعني لو عمل اختراع بسيط في حاجة، واحنا شايفين كل المخترعين بتوع السوشيال ميديا، اللي بيعمل واتساب واللي بيعمل معرفش فيسبوك واللي بيعمل انستجرام ولا حاجة، المجرد بيع الاختراع ده وتسويقه بيعمل مليارات لفرد واحد أو طفل واحد أو راجل واحد أو شاب واحد. لا، هو السؤال كمان يا أستاذ محمد، هو اللي يجد من أي أب أو أي أم بتجد أن طفلها في حاسة ذكاء أو عنده مواهب علمية أو ابتكارات أو براءات اختراع أو خلافه، يروح فين؟ ما هو المفترض ان يبقى في اماكن فين بقى المراكز الاستكشافيه، بالظبط، بيبقى في اماكن لازم الناس دي تتوجه لها. وبعدين في اطفال بتعمل براءات اختراع، احنا عندنا براءات اختراع كتير، وتروح تخش في دهاليز وزاره البحث العلمي ومش عارف براءات الاختراع واشياء تتحط على الرفوف، وبعدين يبقى قابلنا وتعالى. وبعدين اولياء الامور سواء للاطفال المخترعين او سواء كمان لابطالنا بتوع الالعاب الفرديه المحترمين جدا، اللي ما بيلاقوش حد اللي يقف جنبهم، لا اتحادات ولا وزاره شباب ولا اي حاجه. انت عارفه عشان انت يعني تشتغل صح لازم تواجهي نفسك وتقف قدام مرايه. احنا عندنا اخطاء كثيره جدا واحنا شطار في الكلام بس، وبنعمل الشو الاعلامي. الداخليه بتكرم الطفل وبتدي له درع، طب كويس، او بعدين عملت له ايه؟ خدته على مركز بحث مثلا من مراكز البحوث بتاعتها، اتكلمت في موضوع في مجلس الوزراء على ان الطفل ده محتاجين هيئه او شركه او مجموعه رجال اعمال يتبنوا شغله ده ويبداوا يعملوه. القوات المسلحه بتقوم بالدور ده على فكره بالنسبه لوليد، لا القوات المسلحه والهيئه اداره الهيئه الهندسيه بتقوم بالدور ده بالنسبه لوليد، بس لان دي القوات المسلحه. يعني القوات المسلحه منظومه مختلفه عن منظومه البيروقراطيه المترهله في كل مؤسسات الدوله.
نرجع بقى للموضوع الكلام بتاع تغيير الوزاره والمحافظين، وده برضه مرتبط بالكلام اللي انا بقوله. يعني فكره ان احنا يبقى عندنا حكومه قدمت برنامجها للبرلمان والبرلمان ادى تصديق عليها، يبقى اذا انا عندي برنامج. البرنامج ده طالما البرلمان وافق عليه يبقى مقتنع بيه وفي اطار البلان العام للدوله. طيب يجي وزير بقى يلخبط او ما ينفذش البرنامج او يبقى فيه فساد. وخلينا نتكلم بقى عن فكره الفساد. الفساد في مصر ما بقاش مجرد كلام بنقوله، ده بقى مؤسس. يعني الفساد في مصر بقى مؤسسي، بقى في اداره فساد، منظومه لاداره الفساد في وزارات كتير جدا وفي اماكن كتيره جدا. ولذلك لما احنا بنتكلم عن الحروب اللي بتاخدها مصر دلوقتي، هي 3 حروب ماشيين مع بعض. حرب الارهاب ودي معروفه من اللي بيشتغل قصادها والتحديات الموجوده فيها، وعندنا حرب مهمه جدا اسمها حرب مواجهه الفساد، لان الفساد ده بيعطل اي شيء ليه علاقه بالتنميه. وعندنا حرب جديده دلوقتي اللي هي مواجهه غول ارتفاع الاسعار. وفكره بقى حرب الاسعار ومواجهه الاسعار دي مش مسؤوليه الغلابه ولا الناس اللي هي محدود الدخل ولا الناس اللي بتاخد مرتبها وتحطه في بند او 2 والباقي بتقول بقى نعمل ايه ونروح فين ونيجي منين. لا، دي مسؤوليه الحكومه بالتحديد. يعني حرب غلاء الاسعار دي مسؤوليه الحكومه بالتحديد، والوزارات الخدميه اللي مفترض يتم عليها تعديل وزاري نتيجه التقصير اللي حاصل في مستوى الاداء. لان احنا عندنا مشكله مهمه جدا او خطيره جدا، خلينا نقول لك، اسمها تضارب المصالح. لما يبقى عندنا مسؤول في مكان ما او في هيئه ما، وهذا المسؤول هو نفسه المستورد الرئيسي لسلعه ما ولا المحتكر الرئيسي لسلعه ما، يبقى سلمي لي بقى على الاسعار. ازاي تيجي؟ ازاي لما يبقى معظم اللي قاعدين في الغرف التجاريه بتاعه القمح واللحوم والاسماك وما اعرفش ايه دول كلهم هم التجار الاساسيين اللي بيستوردوا وبيجيبوا معاهم مفتاح او معاهم مفتاح القرار المخزن او معاهم الحنفيه. فهي ديت مشكله محتاجه تتعالج من جذورها، لان احنا زي ما العالم كله السلع معظمها سعرها بيقل بره واحنا عندنا بتغلى. معظم السلع اللي موجوده في مصر هنا ربطوها بالدولار رغم ان ملهاش علاقه بالدولار، وديت مساله بقى يعني الالاعيب اللي بتعملها مافيا هذه السلع اللي بتحتكرها في مصر. فاحنا عندنا مشكله بقى. الحكومه عشان اعمل تغيير وزاري او تعديل وزاري محدود، هو في كلام زي ما قال لك الاستاذ عيسى مرشد عن 4 وزارات، منهم 2 وزارات خدميه، هو في التموين واحده، في كلام عن التعليم وفي كلام عن الصحه، لان الاداء للاسف يعني سيء جدا. كفايه الفضيحه بتاعه تسريب الامتحانات، والصحه انت ما ادراك بقى باللي موجود في المستشفيات والكلام ده كله. يعني عندنا محافظين في محافظات ادائهم القاهره عشان المحافظ اللي بقى وزير الدكتور جلال السعيد، وعندنا اسكندريه في مشاكل بين المحافظ وبين بعض رجال الاعمال وبين بعض الادارات الموجوده عنده. فدي مساله لازم تنتهي، لان لو دخلنا في مشاكل على طول احنا مش هننتج اي حاجه. عندنا محافظات تانية، هو قال بني سويف والفيوم. انا مش عارف ليه ما اتكلمش عن المنيا. محافظ المنيا في مطالبات كتير جدا بتغييره، خصوصا بعد الاحداث اللي فشل انه يديرها بشكل حقيقي وطلع على الاعلام اتكلم كلام غير مفهوم وغير مسؤول. وعندنا احداث في المنيا بتتم كل يوم وعامله صوره مش منضبطه بالنسبه للاداء العام للدوله، وفي كلام كتير قوي عن المشاكل بين المسيحيين وبين المسلمين. هل دي مجرد تكهنات ولا ممكن يا استاذ محمد نتفاجئ بتغيير اكبر هقول لك للمحافظين او تغيير للحكومه؟ هقول لك على حاجه. احنا عندنا في مصر كل حاجه وعكسها. يعني فكره التغيير الوزاري او المحافظين هي عباره عن بالونات اختبار. احنا بنقول في ضوء الكلام اللي بتاع، انما ممكن تتفاجئ ان بحاجه ثانيه خالص. حاجه ثانيه خالص. ليه؟ لان احنا ما عندناش داتا اسمها داتا معلومات كامله عن كل الناس والقيادات الموجوده في البلد دي. يعني انا لما يحصل عندي مشكله في محافظه او مشكله في وزاره، مفترض ان انا عندي بنك معلومات في داتا، اجيب الناس اللي موجوده دي كلها، فلان ده بيشتغل ايه وتخصصه ايه وسابقه اعماله ايه وبيعمل ايه، واحطه ساعه لما احتاج ادور في الاندكس ده واجيب، بدل ما
احنا عندنا الوزارات معظمهم بيجيبوا بعض، يعني لو وزير خارج وهو خارج كده بيسلم بيوصي على وزير تاني يجي، عندنا محافظ بيرشح محافظ تاني. يعني هي المسألة مش فكرة الأجهزة الرقابية بس، بدليل إن الوزراء اللي بيطلعوا فاسدين زي وزير الزراعة اللي اتقبض عليه، وزي اللي حاصل مع وزير التموين، رغم إن لسه التحقيقات هي اللي هتقول احنا مش عايزين نستبق الأحداث، إنما في إهمال ما أو فساد ما حصل. طيب. الأجهزة الرقابية مش كانت اتكلمت عنه وقالت إن هو إنسان كويس وكل حاجة متفل. فهي المسألة ضعف المعلومات، وإن احنا بنتزنق في وقت محدد عشان نعمل بدائل ونعمل اختيار. خلينا نفتح ملفات أخرى، ملف التعليم، خصوصا نظام جديد للقبول بالجامعات هيطرح خلال أسابيع وهيتم طرحه للمناقشة المجتمعية قبل إقراره ليتم التوافق عليه. شوفي فكرة بقى التعليم والتنسيق والكلام ده كله ديت حدوتة ليها علاقة بإحنا عندنا رؤية للتعليم، سواء التعليم من الابتدائي لحد الثانوي أو التعليم الجامعي، ولا ما عندناش؟ الحقيقة احنا ما عندناش، احنا بنجتهد وكل اللي بيحصل، ولذلك دايما كل وزراء التعليم بيجي عليهم، هم اللي بيجي عليهم الكلام وبيجي عليهم المشاكل. ليه؟ لأن أي وزير سواء للتعليم التعليم أو التعليم العالي بيجي وحاطط في ذهنه إنه عنده يا إما مجموعة من الأفكار، يا إما جاي يقعد في كرسي الوزارة عشان يسير العمل اليومي، ويبقى في الآخر هو قاعد وزير لمدة 6 شهور أو لمدة سنة أو سنتين. إنما فكرة إن إحنا عندنا رؤية للتعليم أو مشروع قومي للتعليم، يمكن الرئيس كان اتكلم عن الكلام ده وأشار إليه، وإنما ده لسه ما حصلش. المخرج أو المأزق اللي لازم تخرج منه مصر هو التعليم، والتعليم محتاج رؤية عامة. أنا عايز إيه من التعليم في البلد ديت؟ عايز إيه من التعليم من أول KG1 لحد الثانوي العام والمؤهلات الفنية، وعايز إيه من خريج الجامعة؟ إحنا كان عندنا فترة اللي قبل اللي فاتت ديت كان عندنا وزير للتعليم الفني اسمه الدكتور محمد يوسف. الوزارة ديت قعدت 6 شهور أو 7 شهور واتلغت، وبعدين اتضمت للوزير الموجود. يعني هي فكرة اللعب في التعليم ده، احنا مش بنلعب أتاري ولا جايبين شوية مجموعة ألعاب لأطفال يتسلوا بيهم. التعليم ده هو قاطرة التقدم لأي دولة، وهو اللي بتقوم عليه أسس التنمية. تنمية بدون علم وبدون تركيز وبدون خطط واضحة، والخطط ديت مرتبطة بفكرة ان يبقى عندك علم، يبقى عندك تعليم، والاهتمام بالتعليم الفني طبعا في طبعا كلام مش يعني مش منطقي بالمره. وبعدين انت عارفه التعليم الفني ده جراش، يعني الطلبه بتخش فيه بيبقى واخد دبلوم تجاره او دبلوم صنايع ومش بيعرف يكتب اسمه، لانه التعليم هناك واخده حتى المدرسين اللي هم يعني كسالى وما لهمش اي لازمه يحطهم في التعليم الفني. يروح اللي بتعمل خضار في الفصل، واللي بتعمل ما اعرفش ايه، واللي بيروح يقعد في الحوش ويسيب العيال تعمل اي حاجه. كلام يعني انت عارفه لخبطه ما فيش بعد منظومه محتاجه تتغير، ولذلك ديت محتاجه مشروع قومي. انا شايف ان هي يعني لا تقل اهميه عن اي كلام يخص مستقبل مصر، حتى لو بنعمله لاجيال هتيجي بعد 100 سنه اكتر من التعليم. التعليم لازم يكون مشروع قومي ويبدا، ومش عايز اقول ان انا عايز نتائج بكره، لان انا لو قلت ان انا عايز نتائج بكره في التعليم ابقى ما بكلمش صح. انا عايز اقول بعد 10 سنين هيبقى عندي ايه، وبعد 15 سنه هيبقى عندي ايه. طيب بخصوص قرض صندوق النقد الدولي، عامر والجرحي في واشنطن لتحديد موعد توقيع قرض صندوق النقد والحصول على الدفعة الأولى سريعا إن شاء الله. بعد الحصول على الدفعة الأولى ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة حتى يتم استثماره واستغلاله الاستغلال الأمثل؟ شوفي زي ما قال لك الدكتور علاء رزق في المداخلة اللي فاتت، هو القرض الصندوق زي ما قلنا من صندوق النقد الدولي هي شهادة ثقة. احنا عندنا فجوة تمويلية بتصل إلى 21 أو إلى حوالي تقريبا 21 مليار دولار أو يزيد عن كده. هذه الفجوة التمويلية محتاجة نجيبها من بره في شكل قروض، منهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. بقيه الفلوس ديت اللي هتيجي من البنك الافريقي او من مصادر اخرى، عشان ناخدها لازم يبقى عندنا شهاده الثقه بتاعه صندوق النقد الدولي، عشان ده الصندوق اللي بيقول هذه الدوله او هذا الاقتصاد مجرد ما ياخد القرض ويبدا يشغله هيبقى قادر على السداد، خصوصا ان احنا القرض ده لمده 3 سنين. وبالتالي الفلوس اللي هناخدها ديت مش محتاجه بقى فكره ان هي تخش البلاعه،
يعني تتصرف بقى على مرتبات، زياده مرتبات، مش عارف حوافز، مش عارف حاجات ملهاش ديت، لازم تتوجه في يعني تضخ في شرايين الاقتصاد عشان تعمل عائد. انت محتاجه تعملي بقى تكبري او تشغلي فكره المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، لان ديت طوق النجاح بتاع اي اقتصاد بيعاني، لان ده بيفتح فرص عمل كتير وبيخليكي تعملي دوران لراس المال في السوق. اللي بيشتغل بيقبض فبينزل يشتري سلع وخدمات، وحركه الاقتصاد بتدور داخل البلد، فده مهم قوي. ايضا زياده السلع والخدمات، خصوصا ان احنا محتاجين في الفتره الراهنه ان يكون في سلع وخدمات الحياه تكون وطنيه مصريه، في ضوء كمان ضريبة القيمة المضافة. تم زيادة السلع والخدمات المعفاة من قيمة الضريبة المضافة، وصلت إلى 56 مجموعة. هم كانوا 53 مجموعة في الأول. آخر كلام كان قاله رئيس مصلحة الضرائب، واتكلم عنهم بقى 56 مجموعة. والحقيقة لما تسمع الكلام اللي هو قاله تقولي ان مفيش اي حاجة لها علاقة بالغلابة او محدود الدخل او بالفقراء او متوسطي الطبقة المتوسطة هيتأثر. ليه؟ لان كل الاكل وكل الشرب وكل الانتقالات وكل اشياء كثيرة جدا معفاة من الضريبة دي. انما ايه اللي بيحصل؟ طيب وانا لما تطلع الحكومة او رئيس مصلحة الضرائب او وزير المالية او رئيس الوزراء يقول لي مفيش حاجة هتغلى والاسعار زي ما هي والضريبه مش هتطبق على كذا وكذا 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 وكذا، وبعدين انا انزل الاقي كل حاجه طلعت، لان مفيش ضبط للاسعار ومفيش تسعيره محدده للسلع. يبقى انا هنا مسؤوليه الحكومه اللي بتقول لي ان كل هذه السلع معفاه من الضرائب، هي مسؤوليتها الاساسيه انها ما تخليش الاسعار دي ترتفع، بمعنى انها تفرض حاله من حالات الرقابه الشديده والمنضبطه، وبعدين تبدا تحاسب. يعني انا ما يهمنيش ان انا اعمل لواحد محضر وبعدين المحضر ده يروح النيابه وبعدين يروح المحكمه ويقعد سنتين وهو بيتصرف وبيعمل كل حاجه. كان زمان مجرد ان انا ما اعلنش سعر السلعه واحطه عليها دي كانت بتبقى قضيه. بمعنى ايه؟ ان انا لو السلعه مش عليها سعر فانا ببقى تحت رحمه التاجر يقول لي بكذا او بكذا او بكذا، انما لو عليها سعر يبقى لازم اخده بنفس السعر ده. الدولة لازم تراقب هذه الأسعار. أنا مش بقول تعمل تسعيرة جبرية، إنما تراقب. ليه؟ لأن أنا ماليش أنت ديت الحاجة ديت ما زادش عليها الضرايب، يبقى بترفع سعرها ليه؟ دي مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة، خلي بالك. إنما وعلشان كده حضرتك لما بتدخل دلوقتي أي ميني ماركت أو سوبر ماركت، السلعة ممكن تلاقيها هنا بسعر وهنا بسعر وهنا بسعر في نفس التوقيت. أنت عارفة مشكلتنا في الدعم إيه ومشكلة الكلام ده؟ فكرة الدعم اللي إحنا عندنا، الدعم بتاعنا اللي بيعاني من حالات السفه والعته. ان الدعم ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات. مستحق للدعم لازم ابقى عارفه هو مين. سلعه اللي هي الوسيطه اللي هو بياخدها المستحق الدعم، يبقى لازم ابقى اعرف السلعه ديت هي ايه. الحاجه الثالثه سعرها. يبقى الدعم ده لازم يبقى سلعه محدده السعر وبتتوزع في مكان محدد معروف ولمستهلك معروف، ويبقى عليها كده كلام مكتوب ان ديت سلعه مخصصه للدعم وغير قابله للتداول. في الحاله ديت الدعم ما تفرقش دمه بين القبائل بقى، وكل واحد ياخد اللي هو عايزه. والله احنا يا استاذ محمد محتاجين منظومه متكامله من الخبراء في الحزمه الاقتصاديه والرقابيه ومكافحه الفساد، هم اللي يتولوا التعديل الوزاري الجاي، بالإضافة بالطبع إلى وجود الشباب الكوادر اللي تحدث عنها الرئيس اللي تكون متخصصة في هذا الإطار، يعملوا جنبا إلى جنب مع الوزراء والمحافظين. قد إيه محتاجينهم في الوقت الراهن. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد يوسف العزيزي، الكاتب الصحفي بالجمهورية، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.